السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راكم متتبعاتي الوفيات؟ نتمنى الله فيديو تاع نهار اليوم تلقاكم كامل بخير في نعمة والحمد لله يا ربي. كما راكم تشوفوا معايا اليوم جيت نشارك معكم وصفة تاع كان بزاف 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 شابة بدون هذيك الطبقة السميكة من الأسفل، تجي خفيفة بنينة كل شيء شباب فيها. تابعوا معايا يلا الفيديو للاخير باش تعرفوني كيفاش حضرت الكان لنهار اليوم. لاول مره يزوروا قناتي متنساوش تضغطوا على زر الاشتراك والجيم تاني في طريقكم. شوفوا معايا نوريكم هنا القوام تاع الكنان قبل ما نبداو لا فيديو باش تحمسوا تتبعوا معايا لا فيديو. نبداو على بركه الله، بسم الله. اول حاجه نبدا بها هي الكنانتيكا. بعد ما غربلتها وكل شيء درتها في عباره انا راح نعبر بهاد هاد الغرفيه ولا زلافه نتاع الشوربه ولا الحريره. درت عبار نتاع كان مع 3 عبارات نتاع ما سخون، يعني يكون حامي بزاف. صاي انا من النار ديريكت حطيته على الكنان. نجيب 3 عبارات ونصف من الماء يكون ساخن جدا، وفي هذا الأثناء راني مشعلة الفرن تاعي على 190 درجة من الأسفل ومن الفوق، يعني مشعلهم فيه زوج مخليته يسخن. يعني المهم اللي تكون تحضري في الكلام تاعك الفرن تاعك راه يسخن، يكون ساخن جدا. من بعد نجيب ثلث عبار نتاع حليب، يعني ماشي الربع ماشي النصف، بيناتهم ثلث نحطه نتاع الحليب. تقدري تعوضيه بالماء عادي الحليب، يعني ماشي شرط بصح يعطيك قوش شباب تاني. وعندي ثلث عبار نتاع الزيت تاني، عندي ماشي كيما قلت ماشي الربع وماشي النصف بيناتهم. نضيف معاهم حبه نتاع البيض. هنا حبه تاع البيض يعني تخلي لي الكلام تاعي متماسك ما يمشيش بعدا جاري بزاف. اذا بغيتي تستعملي الحبه نتاع البيض نقصي نصف العبار نتاع الماء اللي درناه مع 3 عبارات. صاي نضيف كميه من الملح على حسب الكميه نتاع الخليط نتاعك، وشويه من الكمون باش ما تجينيش مره الكلام تاعي. ونبدا نخلط بالباتور. انا هنا استعملت الباتور، كما تقدري تستعملي البغا ميكسور، يعني البغا ميكسور راح تعطيك نتيجه خير وخير. نبداو نخلطوا حتى تشكلنا هذيك الرغوه. انا خلطت قصه 4 دقائق 3 دقائق هكا. اذا استعملتي بغا ميكسور راح تستهلكي يعني وقت قل وتعطيك نتيجه احسن. ليسونسيال كي تشكلنا هذيك الرغوه من الفوق هي اللي دينا نحبسوا التخلاط، وهي اللي دينا لك القشره السوداء اللي تجي من الفوق من بعد في الكرم. كما كتشوفوا معايا جبت البلان تاعي بعد ما دهنتها بالزبده وسيدي تاع هذوك المكونات هذوك، يعني شاركت معكم هذه الطريقه من قبل. درت فيها شويه تاع العجين باش ما يسيليش المول، هذا المول كما تعرفوا يسيل. عاود تخلط هذاك الخليط بالمعلقه اون سي جامي يكون هود الخليط لتحت ولا كما عارفين، ونديرها في المول تاعي. هنا استعملت مول 24 على 24. والكرة نتاعي النهار اليوم السر تاعها كامل راه في الطياب. ندخلوها على 190 درجة من الأسفل من الفوق حتى اللي طيب، يعني نشعلو من الفوق. يعني إذا خليتي غير من تحت اللي شاعل ويكون زايد يعني راح هو يدير لك ديك الطبقة من الأسفل اللي تجي قاصحة شوية ولا يابسة. من الأحسن نشعلو من الأسفل ومن الفوق، خاطرش الكرة نتاعنا يحتاج الطياب من الفوق أكثر من التحت. ما راح لا نحرق معاكم لا والو، عادي طيب نيشان ولا كولير هذه هي، يعني غير شويه وتطفي من تحت وتخلي من الفوق حتى تزيد تتحمر. كاين اللي تجي يبغوا القشره هذيك من الفوق تجي كحله على هكا. صاي وهذه هي النتيجه. خليتها حتى بردت شويه، درت لها رشه نتاع كمون من الفوق وجيت قسمتها معكم. هذه النتيجه اللي تجي بزاف شابه. جربوها وما تنساوناش من الجام والاشتراك لاول مره يزور القناه. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.